السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نعمل بيتزا كيتو دايت ولمرضى السكري واللي عندهم حساسية الجلوتين. بيتزا كتير خفيفة، يعني بتاكل منها قد ما بتحب، ما بتحس بنفخة ولا بضياق بالمعدة. طعمها قريب جدا كتير من البيتزا الحقيقية. ممتازة وسهلة كتير، ومكوناتها متوفرة عند الجميع إن شاء الله. راح أشرح لكم بالتفصيل كل المكونات. إحنا راح نعتمد العجينة اللي بسموها العجينة الدسمة بهاي الوصفة. شوفوا هاي القطعة فتحتها كيف من الوسط، تحسيها نفس البيتزا العادية، والطعم نفس البيتزا العادية. إحنا راح نستخدم العجينة الدسم اللي بسموها، بس ما راح نحطها بالميكروويف ولا راح نسيح الجبنة. راح أعملكم إياها بطريقة كتير أسهل وكتير أسرع. هنا عندي جبنة الموتزاريلا المبشورة. أنا أخذت هنا كوبين معياريات، لأنها قطع الجبنة الموتزاريلا بتكون كبيرة فلازم أطحنها. فهون طحنتها بالفود بروسيسور مع طحين اللوز. هون حطيت كوبين كاملات من معياريات من الموتزاريلا، وراح أحط معهم كوب ونص من طحين اللوز، وراح أطحنهم مع بعض علشان أنا ما بدي تضل قطع الموتزاريلا كبيرة، لأنها ظلت القطع كبيرة راح تكون مبينة بالعجينة وما راح تتجانس معكم العجينة منيح. فهاي الخطوة كتير ضرورية، لازم تطحنوهم. إذا طحنتوهم لحالهم أعتقد بيكتلوا مع بعض، فلازم تحطوا معهم طحين اللوز. بيصيروا بهذا القوام تقريبا، يعني بيصيروا زي السميد. قوامهم هيك ممتاز القوام. هلا بنضيف لهم عندي هون تقريبا معلقة ونص جبنة كريمية. وبضيف لهم كمان معلقتين كبار من اللبن اليوناني الجريك يوغرت، أو لبن عادي إذا عندك يعني، أو لبنة. لا حطي لبنة، يعني إذا عندك معلقة لبنة حطيها، أو بصير تحطي كله لبنة، أو بصير تحطي كله كريم تشيز. اللي متوفر عندك حطي، حتى لو ما عندك لا لبنة ولا كريم تشيز وحبيتي تحطي هيفي كريم، حطي هيفي كريم، بيصير برضو بيعطي نفس النتيجة. هون عندي جهزت بيضتين، حطيت عليهم معلقة خل وخفقتهم مع بعض. الخل طبعا بشيل زفارة البيض بالعجينة، ما بتحسي بأي طعم لإلها أو أي ريحة. وهون بخلطهم شوية. أنا عندي هون الجبنة الكريمية عشانها من التلاجة يابسة شوي. إذا أنت حطيتي جبنة كريمية طريها بالميكروويف، أو كوني مطلعتيها قبل بوقت من التلاجة، بتكون أسهل معاكي بالشغل بالفود بروسيسور. هون ضفت البيض ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وبرجع بخلطهم. وبإمكانك طبعا إنك تستخدمي كل هذا يعني تشتغلي بالإيد، ما عدا فرم طبعا جبنة الموتزاريلا بدك تفرميها بالبداية على الفود بروسيسور. أما بقية العجينة بإمكانك تعمليها على إيدك. وأنا خلص تقريبا هيك ممتازة. ضل آخر مكون نضيف لها إياه، واللي هو السيليوم هاسك، اللي هو قشور بذور القاطونة. هون حطيت أنا معلقتين كبار. يفضل بهاي المرحلة تكوني مطلعتيها من الفود بروسيسور، لأنه بتمتص السوائل السيليوم هاسك، فبتصير العجينة متماسكة وصعبة على المشين. هلا هون أنا خلصت الخلط. بحطهم بصحن وبتركهم حوالي 10 دقايق، وبعدين ببلش أشتغل فيهم. قوامها هون بكون دبق يعني، وبلزق، بتحسيها إنها مش عجينة. معلش اتركيها شوي، بترجعي بتلاقيها امتصت من السوائل. ولو بتمسك بالإيد شوي معلش، بس بنحط على إيدنا شوية مي وبنشتغل فيها. شايفين كيف امتصت السوائل، صارت قوامها إيه بس شوي. هون بلشت أشتغل فيها، بحط على إيدي شوية مي وببلش أفرد فيها. يفضل إنه ما تحطوها على الصينية مباشر، أنا هدول شوي لزوا معي يعني بشكل بسيط. فإذا عندك السيليكون مات كتير أحسن، حطيها وحطي عليها العجينة، أو إذا عندك البارشمنت بيبر برضو بصير.
هون بلشت أفردهم، وزي أي بيتزا عادية بتحطي الحشوة والصلصة. طبعا الصلصة يعني عبارة عن بندورة وبصل وشوية أعشاب زي زعتر أو الإيطاليان هيربس. أنا عندي هاي الصلصة جاهزة، بس طبعا انتبهي إنه ما يكون فيها سكر، لأنه معظم الصلصات الجاهزة بيكون فيها سكر. أنا هاي اخترتها بدون سكر ومناسبة للكيتو. بتدهنيها وبترشي رشة زعتر أخضر أو إيطاليان هيربس، وبتبلشي تحطي الحشو اللي انت بدك اياه، شو ما بتحبي، خضار، لحوم، دجاج، نقانق، انت شو الحشوات المفضلة بتضيفيها. انا هون حطيت نقانق وبصل وفطر وفليفلة وزيتون وجبنة موتزاريلا. هذا المقدار بيعملك حوالي 6 حبات من الحجم الصغير، يعني من أحجام البيتزا الجاهزة، يعني بتكفي حوالي 3 أشخاص طعميهم منها، كل واحد حبتين. مقدار يعني ممتاز. إذا أنت لإلك لحالك بدك تعملي، بإمكانك تعملي نص المقدار. وهون الصينية التانية برضو شو حطيت السيليكون مات اللي بحكي لكم عنها عشان ما يلزق، ممتاز يعني بتشيليها بكل سهولة. وعلى الفرن، حرارة الفرن مو زي البيتزا العادية، حرارة الفرن على 180 بس، 180 أو 350 إذا فرن كهرباء. شوفوا ما أحلاها من ورا كيف طلعت. بتاخد حوالي 10 دقايق لربع ساعة. انتي تضلي بتراقبيها عبين ما تشوفي، لأنه كل فرن مختلف عن التاني. وهاي آخر حبتين برضو جهزتهم، حطيت الحشو عليهم وراح أدخلهم على الفرن. الطعم بجنن يعني، عن جد. كانت أنا عملت بيتزا للعيلة وعملت هاي البيتزا لإلي، كان طعمهم رائع. وما بتحسي بأي تقول بعد ما بتاكلي البيتزا. عادة البيتزا العادية اللي بخبز بنحس بتقول وبنفخة بالمعدة بس هاي كتير كتير خفيفة، ولأي مرضى السكري، اللي عندهم حساسية جلوتين كتير مناسبة. بتمنى تجربوها، رح تعجبكم إن شاء الله. وهاي النتيجة النهائية، شوفوا ما أحلاها. انت ما بتعوزي تحمريها كمان، يعني هي بتتحمر لحالها من تحت ومن فوق، وانت حطيتيها بالفرن بالوسط تقريبا. بتمنى وصفتي تعجبكم، وصحتين وعافية. لا تنسوا لايك وسبسكرايب لقناتي. باي.